بص يا جماعه، كابتن محمود تريزيجيه لعيب كبير، لعيب نجم كبير، لعيب تقيل. عمل مسيره كبيره جدا سواء بره مصر او جوه مصر. يعني مش انا اللي هقيم كابتن محمود تريزيجيه. بس انا عايز اعرف الناس هي زعلانه ليه؟ انتوا زعلانين ليه؟ مش انتوا اللي كنتوا بتطالبوا ان تريزيجيه وامام ويزيزو المفروض الناس دي تمشي؟ هيطلع لي واحد فلوطه يقول لي يا عم ما هو تريزيجيه ده احسن لعيب عندك الموسم اللي فات. هو الموسم اللي فات ده انا واخد فيه دوري ابطال كوكب المريخ. ما هو مستوى زفت من كل اللعيبه، هو احسنهم. انت ممكن تقول لي ان تريزيجيه احلى الوحشين، لكن انا شايف ان هو اناني جدا في كور كتيره يا جدعان. حفرقه زياده عن اللزوم. والراجل اول ما قال لك انا راجع القلعه الحمراء، راجع بيتي النادي الاهلي وانا هديله كل ما عندي. فصباح الفل، سواء احنا فسخنا العقد بالتراضي او هو الراجل عايز يمشي او جاله عروض من بره او معرفش ايه. ففي الاول وفي الاخر مشي. وفي الاول وفي الاخر انا معظم مطلب الجماهيري في النادي الاهلي بالذات هم ما كانوش عايزين محمود تريزيجيه اصلا. بس فهي دي الفكره. فالناس اللي زعلانه يا جماعه، هو لو حلو اطلع قول كابتن محمود تريزيجيه حلو طبعا، مش انا اللي هطلع اقيمه. بس في الاول وفي الاخر ده كان مطلب جماهيري يا جدعان، احنا كلنا ما كناش عايزين كابتن محمود تريزيجيه اصلا يكمل. لغايه دلوقتي الناس شايفه ان تريزيجيه لازم يمشي وراه بن شرقي، ولازم يمشي وراه زيزو، ولازم يمشي وراه امام عاشور لو هيقعد يتعجرف على النادي الاهلي ويقعد يقول لك انا هحط شروطي والكلام ده كله. خلاص بقى كابتن محمود الخطيب لازم يعمل ستوب يا جماعه، لازم بقى يفلتر اللعيبه دي. اللي مش هيبقى بص قلبه كده رقم واحد على النادي الاهلي فما يقعدش فيه. ما يقعدش حتى لو هتروح تجيب لعيبه جعانه كوره. هي دي الفكره. ففكره ان احنا زعلنا على كابتن محمود تريزيجيه، في ناس هتزعل طبعا، وفي ناس انا متفق معاه في الراي ان هو المفروض كان يمشي.